السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة باذن الله الفيديو هيكون عبارة عن حل امتحان محافظة السويس، طبعا امتحان متوقع الترم الاول عام 2024. يلا بينا نبتدي مع بعض الامتحان. والسؤال الأول: ألف، أكمل العبارات. وتعالوا بينا نشوف رقم واحد، الرمز الكيميائي لعنصر النحاس طبعا هيكون CU. أما بقى الرمز الكيميائي لعنصر الأكسجين فهيكون طبعا O. أما بقى رقم اتنين، من المواد الصلبة اللي بتلين بالحرارة نقط، طبعا الحديد أو أي معدن من المعادن. من المواد الصلبة التي لا تلين بالحرارة طبعا هيكون الفحم. أما بقى رقم 3، بتنتقل الحرارة خلال المعادن عن طريق نقط، طبعا الطريقة بتكون هي التوصيل، لكن بتتنقل بينما بتصل حرارة الشمس إلينا عن طريق طبعا الإشعاع. أما بقى العبارة 4 والأخيرة، بتتحول الأطراف الأمامية في الحوت إلى نقط، طبعا إجابة هتكون مجاديف، وده لأداء وظيفة العوم في الماء. كده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وعايزني أذكر استخدام واحد لكل من. غاز الهيليوم. غاز الهيليوم ممكن نستخدمه في إيه؟ طبعا ممكن نستخدمه في ملء بالونات الاحتفال. اما بقى الدينامو السيارة او الدينامو عامة بنستخدمه في ايه؟ طبعا الدينامو تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية. اما بقى العمود الكهربي البسيط والاستخدام الخاص بيه انه تحويل الطاقة الكيميائية للطاقة الكهربية. اما بقى سبيكة الصلب الذي لا يصدأ فطبعا بنستخدمه في صناعة اواني الطهي. كده نكون انتهينا من حل ب في السؤال الأول. تعالوا بينا يلا ننتقل لجيم. وجيم عبارة عن ذرة عنصر بيحتوي المستوى الطاقة الثالث والأخير بها على عدد إلكترونات بيساوي عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأول. يعني أنا عندي ذرة فيها 3 مستويات للطاقة اللي هما K L M. طبعا احنا عارفين ان دايما مستوى الطاقة الأول بيكون فيه 2 إلكترون، وطبعا هو هنا بيقولي ان مستوى الطاقة الثالث والأخير في عدد إلكترونات بيساوي عدد إلكترونات المستوى الطاقة الأول. يعني المستوى الطاقة M برضو فيه 2 إلكترون، معنى كده بقى إن المستوى الطاقة L فيه 8 إلكترون. أنا كده كتبت التوزيع الإلكتروني، عايزني أحدد العدد الذري. طبعا العدد الذري هيكون عبارة عن عدد الإلكترونات، لأنه العدد الذري بيساوي عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات، يعني كده العدد الذري بيساوي 12. وده طبعا التوزيع الخاص. وطبعا عدد البروتونات اللي بيكون مكتوب في الذرة من فوق كده موجب، وطبعا هيكون عبارة عن 12. كده نكون انتهينا من حل جيم. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني ألف. والسؤال التاني: اختر الإجابة الصحيحة. وتعالوا بينا نشوف العبارة رقم واحد: اليوجالينا كائن نقط بيعيش في مياه البرك والمستنقعات. طبعا ده كائن وحيد الخلية، بيتكون جزيء الماء من نقط. عايزني أقول عدد الذرات اللي بيتكون منها جزيء الماء. جزيء الماء H2O، يعني معنى كده ان هو بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، يعني معنى كده انه فيه 3 ذرات، فهنختار 3 ذرات. اما بقى رقم 3، بيتم تخزين الطاقة الكيميائية في نقط. طبعا الطاقة الكيميائية بتكون موجودة في بطارية السيارة. أما بقى رقم 4، العنصر الذي عدده الذري 10 بيشبه في صفاته الكيميائية العنصر اللي عدده الذري. طبعا العنصر عدد الذري 10، يعني معنى كده انه بيكون في 2 في مستوى الطاقة الأول و8 إلكترونات في مستوى الطاقة التاني. يعني هو عايزني اختار عنصر برضو يكون فيه 8 في مستوى الطاقة الأخير لي عشان يبقى شبهه في الصفات الكيميائية.
يعني معنى كده انه هختار، تعالوا بينا كده نعمل توزيع للعناصر دي. طبعا هنا 2، هنا 8، هنا 1، طبعا ده مش هيتفق معاه. هنا طبعا 2 8 2 برضو مش هيتفق. انا عايزة حاجة مستوى الطاقة الاخير فيها برضو فيه 8 الكترونات زي العنصر ده. فطبعا 16 نفس الحكاية. طبعا 18 اخر حاجة معانا، فطبعا هنختار 18. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب. ب عايزني استخرج الكلمة غير المناسبة واكتب اللي بيربط ما بين باقي الكلمات. تعالوا بينا نشوف. حديد، كربون، الزئبق، المغنيسيوم. طبعا الحاجة الغير مناسبة هي الزئبق. وطبعا اللي بيربط باقي الحاجات ان هي عناصر صلبة بتتكون من ذرة واحدة. اما بقى رقم 2 الديونيا، القمح، حمول الماء، الدروسيرة. طبعا حاجة المختلفة هتكون القمح. وطبعا الباقيين دول نباتات مفترسة او اكلة للحشرات. اما الديدان، المحار، قنديل البحر، الاخطبوط. طبعا حاجة المختلفة المحار، باقي دول حيوانات رخوة. اما بقى الزيت، الخشب، الفلين، الحديد. طبعا حاجة المختلفة الحديد. وطبعا الباقيين دول مواد تطفو فوق سطح الماء. كده نكون انتهينا من ب. دلوقتي بقى ننتقل لجيم. وجيم عايزني اقارن بين طاقة الوضع وطاقة الحركة من حيث التعريف والعوامل المؤثرة في كل منهما. يعني اقول تعريف طاقة الوضع ايه وطاقة الحركة ايه وايه العوامل اللي بتأثر فيهم. طبعا مادام مقارنة يبقى هنعمل الجدول، ويلا بينا نعمل الجدول. المقارنة، الجدول. طبعا تعريف طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. لكن طاقة الحركة الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. أما بقى العوامل المؤثرة فطاقة الوضع بتأثر عليها وزن الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض. طاقة الحركة بقى بيأثر عليها كتلة الجسم وسرعة الجسم. كده نكون انتهينا من حل جيم، وكمان انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التالت. ألف، في السؤال التالت اكتب المصطلح العلمي. رقم 1 الفراغات الموجودة بين جزيئات المادة الواحدة. طبعا الفراغات دي بالمصطلح العلمي الخاص بيها هو المسافات البينية. أما بقى كتلة وحدة الحجوم من المادة فدي طبعا هتكون الكثافة. أما بقى 4 المقدرة على بذل شغل أو إحداث التغيير فطبعا ده المصطلح العلمي الطاقة. أما بقى نباتات أرضية صغيرة بتتكاثر بتكوين الجراثيم فدي طبعا هتكون الثراخس. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا ننتقل لب. وب بعنوان صوب ما تحته خط. وتعالوا بينا نشوف. البترول المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الأرض. طبعا التصويب أو التصحيح إنه هتكون الشمس. بدل كلمة البترول الشمس هي مصدر الطاقة أو هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات. القطب السالب في العمود الكهربي البسيط هو لوح النحاس. طبعا التصويب أو التصحيح إنه لوح الخرسين، يعني بدل كلمة النحاس هنكتب الخرسين. رقم 3 أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. طبعا هي الجزيء. طبعا التصويب أو التصحيح إنه هيكون العنصر. رقم 4 بقى آخر عبارة معانا واللي بتقول كثافة مادة كتلتها 60 جرام وحجمها 10 سنتي مكعب. هو عايز يعرف الكثافة. طبعا احنا عارفين انه الكثافة بتكون عبارة عن الكتلة على الحجم، يعني 60 على 10. طبعا الصفر هيطير مع الصفر و6 على 1 يساوي 6. يعني معنى كده انه التصويب او التصحيح انه بدل 60 دي هتكون 6 جرام لكل سنتي مكعب. هي دي كثافة مادة كتلتها 60 وحجمها 10. كده نكون انتهينا من حل ب في السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم. وجيم عبارة عن من الشكلين المقابلين من نوع الغذاء اللي بيناسب كل منقار في كل من الطائرين.
طبعا الغذاء اللي بيناسب الشكل منقار الطائر رقم 1 طبعا هيكون اللحوم. اما بقى رقم 2 فالديدان والقواقع. اما بقى ايه الشكل المتوقع لأرجل كل من الطائرين. طبعا رقم 1 الشكل المتوقع ليه هيكون طبعا رقم 1 زي النسر والصقر اللي بيكونوا الغذاء المناسب ليهم اللحوم بتكون أرجلهم عبارة عن أرجل بها 4 أصابع بتنتهي بمخالب حادة قوية 3 أمامية والإصبع الخلفي قابل للانثناء. أما بقى رقم 2 فالشكل المتوقع للأرجل زي طائر كده أبو أردان والهدهد بيكون عبارة عن أرجل طويلة رفيعة بتنتهي بأصابع دقيقة. كده نكون انتهينا من حل السؤال التالت. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال الرابع. والسؤال الرابع ألف اذكر مثال واحد لكل من حيوان بكل أنواع التكيف. طبعا الدب القطبي بيكون فيه التكيف التركيبي والتكيف الوظيفي والسلوكي. والسلوكي ده من خلال البيات الشتوي، التركيبي ده من خلال الفراء الكثيف، الوظيفي ده من خلال الفراء اللي لونه أبيض عشان يقدر انه يكون مناسب للأجواء الثلوج الموجودة فيها. اما بقى النباتات المعرضة البذور فطبعا هيكون الصنوبر. اما بقى عنصر سائل بيتكون جزيئه من ذرتين فطبعا ده البروم. اما بقى العنصر السائل اللي بيتكون جزيء من ذرة واحدة فده الزئبق. دي معلومة مهمة جدا جدا جدا. اما بقى رقم 4 فلز ضعيف النشاط الكيميائي طبعا هيكون الذهب. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب وب بعنوان ماذا يحدث عند ايه اللي هيحصل لو فقد الحرباء قدرتها على المماتنة. طبعا الإجابة هتكون إن هي بتصبح هدف ظاهر للأعداء. أما العبارة التانية بقى ماذا يحدث عند إنشاء شبكات التليفون المحمول بالقرب من المنشآت السكنية. طبعا يحدث تلوث كهرومغناطيسي. أما بقى رقم 3 ماذا يحدث عند استخدام الماء في إطفاء حرائق البترول. طبعا لو استخدمنا المية في إطفاء حرائق البترول هيطفو البترول فوق سطح الماء ويظل الحريق مشتعل. هي دي إجابة العبارة الثالثة. أما بقى العبارة الرابعة والأخيرة ماذا يحدث عند عدم احتواء نواة الذرة على النيوترونات. طبعا الإجابة هتكون طبعا اللي هيحدث إنه يتساوى العدد الكتلي مع العدد الذري، لأنه العدد الكتلي بيكون عبارة عن عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. فطبعا لما النيوترونات ما تبقاش موجودة فالعدد الكتلي هيكون عبارة عن عدد البروتونات بس وهيساوي العدد الذري. كده نكون انتهينا من ب. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم. وجيم بعنوان علل حدوث التكيف في عالم الحيوان. ليه بيحصل التكيف أصلا؟ طبعا الإجابة هتكون لتأمين الحصول على غذاء والهروب من الأعداء. هو ده التعليل لحدوث التكيف في عالم الحيوان. أما بقى العبارة التانية واللي بتقول علل بتلجأ بعض النباتات لافتراس الحشرات. ليه في نباتات مفترسة أو نباتات آكلة للحشرات؟ طبعا الإجابة هتكون للحصول على المواد البروتينية اللي بتحتاجها لعدم قدرة جذورها على امتصاص المواد النيتروجينية من التربة. هي دي إجابة العبارة التانية والأخيرة في السؤال الرابع. كده نكون انتهينا من حل الامتحان. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة أولى، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.